بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده نعمل أكلة سهلة وبسيطة بدون أي مجهود. معانا معلقة بابريكا، معلقة بهارات، معلقة فلفل أسمر، معلقتين ملح صغيرين، مع فص توم، مع بصلاية كبيرة. هنضرب الكلام ده كله في الخلاط وننزل نتبل بيهم الفراخ. ومعانا كمان معلقة صوص صويا. دي البهارات اللي أنا أو التتبيلة اللي أنا هعملها. نقلب الفراخ بالتتبيلة دي، ندعك الفراخ بالتتبيلة دي دعكة جامدة شوية بحيث أضمن كل جزء في الفراخ يتبل. خلاص كده أسيبها شوية في التلاجة. وبعد كده هنجيب حلة على النار فيها معلقة زبدة صفرا، هننزل بالفراخ بتاعتنا المتبلة اللي احنا عملناها، وتاخد معانا من غير مية من غير أي حاجة. دلوقتي هي بتنزل السوائل بتاعتها وفي نفس الوقت بتاخد صدمة مع نفسها. هنغطي على الكلام ده ونسيبه شوية كده، وبعد كده ننزل بكوبايتين مية مغلية على الفراخ بتاعتنا مع معلقة كبيرة من بهارات الكبسة. هنحطها ونقلب الكلام ده برضه، نغطيه شوية 3-4 دقايق كده. وبعد كده هنجيب نص كيلو رز بسمتي مغسول ومنقوع لمدة ربع ساعة، وننزل بيه مع الفراخ بتاعتنا، والمية بتاعت الفراخ موجودة زي ما هي. يبدأ بقى الحمد لله بسم الله ما شاء الله استوى الرز بتاعنا. معانا معلقتين من البسلة المستويين على البخار، جميل جدا. هننزل بيهم ونسيبهم 3-4 دقايق ونغرف أحلى طبق رز بالفراخ. روعة، طعمه وريحة جميلة جدا من غير أي مجهود، من غير أي تعقيدات. أكلة بسيطة وسهلة، أي حد وأي فرد ممكن يعملها بنفسه. بسم الله ما شاء الله على الجمال والروعة، طعمة جميلة. بسم الله، وربنا يحفظكم جميعا يا رب.